اهلا بيكم، والنهارده هنوريكم محطة السليمانية في جدة لقطر الحرمين الشريفين، واللي بيطلع من هنا اما الى مكة او الى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية او الى المدينة المنورة. يبقى دي المحطة اللي في جدة غير المحطة اللي في مطار الملك عبد العزيز، عشان في جدة في المطار في محطة برضو قطر الحرمين، لكن دي المحطة اللي جوه جدة اللي في منطقة السليمانية. هنبتدي نخش مع بعض ونشوف الدنيا. دي مواعيد القطر اهي اول ما نخش، ودي المحطة من جوه. طلعنا ولسه ماشيين، عشان هنا لو انت مش شاري تذكرة هتيجي تشتريها من هنا. هناك طبعا في المكان اللي ممكن تشتري منه التذكرة لو انت مش حاجز. ودلوقتي هنتوجه على المكان اللي بيتجمع فيه الركاب عشان يبتدوا يركبوا. بعد ما طلعنا الدور الثالث اللي هو في الصالة بتاعة المغادرة، الأسانسير اللي كنا فيه نازل اهو. هنتوجه للمكان اللي بيتجمع فيه الركاب عشان يبتدوا يركبوا. دي طبعا زي ما انتم شايفين الصالة من جوه قد تكون إلى حد ما فاضية، طبعا عشان ما فيش موسم والدنيا ليل، فدول سببين بيخلوا الدنيا تبقى فاضية شوية. وهنا اليافط بتشير إلى طريق المغادرة. نقدر من المجسم ده نشوف الدنيا والخط بتاع القطر بيمشي ازاي. ما تنساش وانت بتركب قطر الحرمين اللي سرعته بتوصل الى 300 كيلو تفتكر سفينة الصحراء والناس كانوا بيسافروا ازاي بالجمل. طيب، ومع جولة في قطر الحرمين من محطة السليمانية في جدة متجهين إلى المدينة المنورة. ومحطة السليمانية اللي في جدة غير المحطة اللي موجودة في الملك عبد العزيز. يلا بينا نشوف. وصلنا إلى المنطقة اللي بيبتدي يتجمع فيها الركاب، واحنا فاضل لنا عبال ما يفتحوا البوابة حوالي 12 دقيقة وهيعلنوا في الأرصفة اهي. فتحوا البوابات ونزلنا دلوقتي المحطة ومنتظرين القطر يوصل. ادي المحطة من تحت منظرها كالآتي. بصوا هنا فوق كده ده في نور، لكن جوه النور في، اتمنى تكون الكاميرا موضحة، في مروحة. هنا هي واقفة اهي، لكن لو بصينا على التانية هنلاقي ان المروحة بتلف وبتدور. طبعا المساحة كبيرة صعب تكييفها، فعاملين المراوح الكبيرة دي عشان تبقى هي اللي بتدي نوع من التهوية. تمام. طبعا هنا ممكن لما بتوصل
ممكن في ناس بتخرج من النفق هنا، وممكن الناس بتخرج من الناحية التانية، لكن عامة دي شكل المحطة من جوه زي ما حضراتكم شايفين. وخلونا نشوف لما القطار يوصل ان شاء الله مع بعض. القطر وصل، خلينا معانا. طب يلا بسم الله بقى نركب، توكلنا على الله. طبعا ما تنساش انك تخلي بالك من رقم الكرسي، بيبقى مكتوب فوق هنا. وانت لازم تبقى عارف الكرسي بتاعك اللي جنب الشباك ولا بره ولا في مكانه. في مكان طبعا مخصوص عشان الشنط، وفي حمامات نظيفة، وفي بوفيه جوه القطر. واحنا لسه واقفين في المحطة، الركاب بتركب، متحركناش.